السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوت الخواتات أهلا وسهلا تحية كبيرة لكم. أندخل مباشرة في الموضوع بسرعة ومن غير تردد قايل كلامي وغادي بحالي. يعني ولينا كنشوفوا شي أمور والله لا ماشي غنقولوا ديك التشجيع ديال ما تبقاش دير الخير، لا دير الخير. أنا ما متفقش على شي أمور ومتفق على شي أمور وكلام حق بإذن الله. إن كان توفيق فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن كان عكس ذلك فهو مني ومن الشيطان لعنه الله. وهذه عواشر ما بغينا نأذيو حتى شي واحد، فقط كلام الحق بإذن الله غنقولو. تفاهمنا؟ على بركة الله نبدأ. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ورزق الله راه هاد الناس اللي غنهضر عليهم ماشي زعما كانوا كيعطيوني شي حاجة ولا كنتسنى منهم شي حاجة، لأن آمن برزقي عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هادو خوتنا وحبابنا اللي كنا غنقولوها. تفاهمنا؟ وجزاهم الله عنا ألف خير. وغنوضح لكم شكون هو معايا. نبدا بالنقطة الأولى، يعني حشومة نهضر بصفة عامة ومن بعد نهضر على الفرد اللي كنقصد. فهمتيني؟ ولا أخشى لومة لائم في الحق. مني واحد الإنسان كدير فيه الخير، ياك هاك بهاد المعنى، كتقاتل معاه وكتضحي معاه وكتناضل معاه وكتنوض وتجلس معاه وكتضحي بخدمتك وتغامر بحياتك بمستقبلك وشحال ديال الأمور. يعني ماشي مرة ولا جوج، لا، هي 3 سنوات وزد عن ذلك. يعني الإنسان ملي كيدير معاك غير شوف، عبد ربي قسما بالله راه شحال من مرة قلت للإخوان والأخوات في اللايف اللي كيعرفوني من القديم، هاد القناة هادي جزاهم الله كل خير على التشجيع ديالكم كاملين بدون استثناء. اللي دخل شافني غير ثانية جزاه الله كل خير. واحد الأخ الله يجازيه بخير، ها هو مسكين دابا شوف راه ليها سنين تقريبا، اش غنقول لكم، راه واقيلا في 2004 وحسب لها شحال من عام. وما عمرني ننسى واحد الأخ مسكين، ماشي حتى صديق ديالي، صديق ديال صديق ديالي، وكان رمضان نيت للصدفة وحنا في شهر الغفران والعتق من النار بإذن الله. يعني كانوا دايرين واحد الدور بعضياتهم مع أصدقاء، كنا كنفطروا عند واحد باش ما نطولش عليكم. هو فيه النوبة كنا عنده في المحل ديالو كيبيع ويشري، الله يسهل عليه. وأنا مرفوع ما كاينش في هاد العالم، عرفتي إنسان يعني ما خدام ما حتى شي حاجة. شحال ديال الأمور كانت عندي يعني بلا ما نشرحها لكم، حتى الوقت والحين ديالها إن شاء الله تعالى. هو مسكين حسني وقرا أفكاري من خلال اللمحات والنبرات ديال الوجه ديالي. قال لصاحبي، قال لي ها أنت قول لفلان باش إن شاء الله النهار الفلان الفلاني راه عندي الفطور في رمضان، قول لفلان وفلان وهادي وهادي، وضرب لي مسكي على كتفي قال لي وجيب معاك فلان عليا أنايا. وباش يأكد عليا قال لي وعندك ما تجيش. شي غير هاد لو جيست دابا شوف شحال داز عليه. وفيما كنتفكر هاد الأخ كنقول ليه الله يرحم لك الوالدين. يعني فطور ها هو مشى سنين، ولكن بقى داك الخير ما عمرني ننساه في حياتي. اللي بغيت نوصل لكم، وإنسان دار في غير جرام ديال الخير ما تنساش. والحمد لله دابا فيا طبع. كان شي أصدقاء في هاد العالم الافتراضي كانوا أصدقاء ديالي، ومن بعد النوبات كانوا كيديروا لي البارطاج ولا كيدخلوا عندي فاش يلاه بينا. ولكن دازت واحد تقريبا شي 4 ولا 5 سنوات شي ما بقى كيدخل عند شي. المهم كل واحد اختار الوجهة ديالو وبقى بيناتنا الاحترام. ربما ننتقدهم ولكن ننتقدهم بأدب، ماشي نسيء اليوم حيت هما داروا معايا الخير، ما ننكرش الخير ديال الناس. كنقول هاد الأخ هذا اللي في مراكش، هاد الحقوقي، بكل أدب واحترام. يعني باختصار حرام عليك ما فعلت.
سواء بتحفة، واخا يكون خطأ تحفة، هضر مع صاحبي بالبريفي، انت صديق ديالو مشى عندك وحنا شاهدون على ذلك غدا امام الله وفي الدنيا قبل الاخره، ضحى معاك، تقاتل معاك، هضر عليك، الناس بكاو عليك، هو كان سبب سخريه حتى الناس تعاونوا معاك. الجاليه المغربيه هادو بغيت نتكلم عليهم بصفه يعني جزاهم الله كل خير، ما لقيت ما نقول، لان دوك الناس مساكن كينوضوا في السرويه كيضربوا تماره كيتكربسوا، كاين اللي مسكين خدامه في الميناج، ولكن ملي كتسمع شي ولد بلادة ولا بنت بلادة كتعاني الأمرين، يا فقر يا مرض يا أي حاجة، والله واخا تكون عندها غير هي في جيبها كتصيفط مسكينة كتفيرتي الفلوس. هاكا ولد بلادي، هاكا بنت بلادي يعيشوا، علاش هما تقهروا وكيبكيو وكيبقى فيهم الحال، وهادشي اللي داروا معاك الناس سواء داخل الوطن أو خارج أرض الوطن. وتحية كبيرة للجالية المغربية. انا ماشي نقول هاد الكلام باش انسان يتعاطف معايا ولا يقول مثلا تا هاد الاخ نتعاون معاه مكفوف، لا واخا الله واخا يسمعني غير واحد في هاد الفيديو، ولكن هادي امانه كنقولها، ربما غدا املا نتحاسب عليها الا بقيت كاتبه في قلبي. تحفه كنت كندخل عنده انا اللايفات، جزا الله كل خير، هضر عليك ماشي مره ماشي جوج، طلع وهبط مشى يعني كان يدير لا نافيط، ها هو في امريكا، ها هو في المغرب، ها هو في مراكش، انسان كيغامر بحياته بولادو بمستقبله. وشحال ديال الناس بالحرق ديالهم توفاو مشاو عند الله، الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. شحال ديال الناس بسببك دخلوا للحبس، شحال ديال الناس اداو بسببك انت، ما درتي اعتبار حتى شي واحد. يعني هذه شوف، اعتبروا الكلام ديال الاخ ديالو، كل واحد طريقته كيفاش كيعبر، انك تعبر بحال هكا، ما كنسب ما كنعير، لا حاشا ولله. الا كنتي فعلا حقاني ومغربي قح غتفهم كلامي، واقل حاجه ديرها هو تخرج بواحد الاعتذار، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اش كندير في هاد العواشر، الله ينعل الفلوس وسخ الدنيا اللي خليني نفقد خوتي واصدقائي والناس اللي وقفوا معايا وضحاو بالغالي وبالنفيس. الشريف الناس راه بصح فعلا ضحاو بالغالي وبالنفيس، ارواحهم زهقت من اجل حريتك يا اخ. انا كنقول لك يا اخ اتق الله، شركتوا الطعام والناس تقاتلوا معاك والناس مساكن تكرفصوا، فهمتي؟ تحفه. انا نهضر على نفسي، دخلت عنده جزاه الله كل خير، ماشي كنمجدو باش يبارط، اما يدير لي راه بارطاج لا حتى شي حاجه، وانا راه شحال من واحد كنقول لي ما تبارطاجينيش راسك على الله. يدخلوا خمسه الناس يسمعوا كلامي ويستوعبوه، فهمتيني؟ يقول لي غير الله يرحم والدين، الحمد لله انا لقيت ما كنتخلص على ما والو في خبارك، ولكن صوت نوصلوه ماشي مشكل. تحفه جزا الله كل خير، من دخلت عنده شرفني وقدمني الناس وكبر بيا، والناس من خلاله هو دخلوا عندي انا، كان هو سبب. يعني واخا نختلف معاه في شي امر ما نسيئش ليه، انت سأتي ليه وسأتي للجمهور ديالو. قريبا 500,000 دابا راه وصل ل 500,000، يعني 500 كا، الله ييسر الامور، يستاهل. حتى واحد ما عنده، حتى واحد ما يعني معصوم من الخطأ سوى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلوا عليه. كل شي كدر أخطأ، كنا كنخطأو، ما نحن ملائكة، استغفر الله العظيم، كنا عندنا عيوب ديالنا الله كيسترنا. فرضا تحفة عنده عيوب، كاين البريفي، سمعتي لي شي حاجة اتصل بيه مباشرة، عندك الرقم ديالو، قول يا خويا تحفة راه سمعت هاد الأمور كيفاش القضية، ويشرح لك، ماشي تضخموا الأمور وتخلوا يعني اللي يسوى واللي ما يسوى أنه يلقى غير الفرصة فين يهضر. راه كاين أعداء الوطن داخل الوطن، خلي اللي خارج الوطن كنعرفوه، حنا كنعرفوهم لا ما نسميوهم، ولكن راه كاين أعداء الوطن داخل أرض الوطن. وكما قال صاحب الجلالة حفظه الله، إما أن تكون مواطنا أو خائنا. راه معنى الخاون هنا المعلم، مع الأسف الشديد.
وأتحمل مسؤوليتي وأنا أعي ما أقول. وبلادنا وطننا وملكنا راه إنسان ما عرفتش شنو ندير ليهم، فالله يرضي عليكم ما تكونوش فهمتي، يكون شوف بعقلكم وما تضخموش الأمور، وجمعوا هاد الأمر هذا. والأخ تحفة راه ما دارش شي حاجة اللي هي خايبة، دار حاجة حتى أنه دار الخير، وندمتوا ناس أنهم داروا الخير مع الأسف، وحرمتوا على خوتكم وخواتاتكم اللي محتاجين بصح. وما انت راه تبارك الله راه كتيفاتك كتخدم، مالك شنو خاصك. هذه كانت رسالة بغيت نوصلها لهاد الحقوقي، فهمتيني. وهذه رسالة نوصلها لتحفة حتى هوايا. شوف أخويا تحفة، الله يرحم لك الوالدين، ما تقطعش الخير، خليك بواحد الصفة زوينة. نتمنى يوصلك كلامي، ولا تواصلت ما كنقول لك مباشرة دير الخير وخلى في الله إنسان فهمتيني. ولا تقنطوا من رحمة الله، في الصحة، في المال، في أي حاجة، في الخير، في أي حاجة. ومرة أخرى كنبغي نشكر الجالية المغربية كلهم بدون استثناء اللي كيضحيو بالغالي والنفيس من أجل خوتهم وخواتاتهم في أرض الوطن. ونعم المغاربة الأحرار، أحبكم في الله جميعا. وهذا كلامي، وهذا الشيء كان عندي في القلب بغيت نوصله. والحمد لله دابا نتمنى نرتاح من خلال التعليق ديالكم، وجزاكم الله كل خير. والله يسمح لنا خطأنا في شي حاجة. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله منه وبركاته.